السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. والنهاردة هنعمل فيديو كده ظريف كده، وهنعمل أكلة مصرية من بتاعة أهالينا زمان. أكلة يمكن في البعض ما يعرفهاش أو ما كلهاش قبل كده. هنعمل مع بعض البصارة، هنعملها بطريقة أمهاتنا بقى وأجدادنا. وهنشوف مع بعض البصارة الجميلة ديت اللي احنا شايفينها بتتعمل ازاي. الطريقة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة. اللي أول مرة يشوفني، أنا اسمي نانا ودي قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. طبعا برحب بيكم حبايبي، وأتمنى تكون الطريقة إن شاء الله تعجبكم وتكون سهلة معاكم. أول حاجة كده هنشوف المقادير مع بعض. ده نص كيلو من الفول المدشوش، بنجيبه من عند العلاف. طبعا بغسله كويس جدا وبحطه يتنقع حوالي ساعتين، وبسيبه خالص كده اهوت لمدة ساعتين اهوت. بعد كده بغسله كويس جدا وبحط مية على النار تغلي، حوالي 6 كوبايات من المية. طبعا انا صفيته من المية اللي كانت فيه وغسلته كويس بعد النقع، وحطيته اهوت في المية المغلية. وجبت اهوت بصلتين متوسطين كده اهوت، قشرتهم وقطعتهم مكعبات كده، مع 4 فصوص توم. وهنخليهم كده اهوت يغلوا على النار لغاية ما الفول يعني ياخد 3/4 سوا كده معايا. طبعا في الأثناء ديت هيكون أنا مجهزة الخضرة معايا، بقدونس وكزبرة، وهكون غسلاهم كويس جدا ومقطعاهم. هنا انا حطيت اهوت على الميه نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره، وطبعا الملح. وهسيبهم بقى على النار زي ما قلت لكم كده لغايه ما الفول ياخد 3/4 سوا زي ما احنا شايفين كده اهوت. هبتدي بقى انا اهوت اجيب الخضره اللي احنا قطعناها، ربطه من كل نوع، بقدونس والكزبره اهي. بشيل كده اهوت على جنب حوالي معلقتين من الكزبره، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. طبعا انا اهوت الخضره احنا حطيناها ليه في الاخر كده اهوت عشان تدي للبصاره بتاعه الخضار اللي احنا شفناه في اول الفيديو. لكن لو حطيتها في الاول مش هتديني اللون الاخضر اللي احنا شفناه. فبحطها هنا اهوت لما الفول بيبتدي يخش في السوا خالص، بتاخد كده غلوتين كده اهوت، وبعد كده بطفي عليها لغايه ما تهدى معايا وتبرد خالص خالص، لان بعد كده هاخدها كده اهوت. وزي ما احنا شفناه طبعا انت بيكون فيها ميه، لان طبعا انا بحطها في الخلاط بخلطها، فلازم يكون فيها ميه ما تكونش ناشفه عشان الخلاط ما يبص معايا وتلف معاكي في الخلاط. لو لقيتيها نشفت معاكي وهي بتستوي على النار، بتزودي وانت بتخلطيها في الخلاط، بتزودي شويه ميه عشان تمشي معاكي في الخلاط وتبقى سهله معاكي في الضرب. هنا طبعا هنا انا قطعت بصل عشان هبتدي ان اهوت احمره زي ما بنعمل البصل بتاع الكشري، عشان نحطه على الوش اهوت بيديها طعم جميل جدا. البصل اللي احنا بنحمره دوت. طبعا هنا انا حطيت الزيت واستنيته لما سخن، وحطيت اهوت البصل اللي معايا مقطعه اهوت شرايح رفيعه جدا، وحطيت عليه معلقه من الملح. كده البصارة كده استوت معايا، او الفول استوى معايا. حطيت عليه يعني كام ورقة نعناع كده اخضر كان عندي، بيديها ريحة وبيديها طبعا لون برضو جميل مع الخضرة. اللون الاخضر لو عندك نعناع ناشف ممكن تحطي معلقة. في ناس بتحط عليها كمان ملوخية ناشفة، معلقة من الملوخية الناشفة برضو بتبقى حلوة. بس انا هنا ما عنديش ملوخيه ناشفه، فانا اكتفيت بالخضره، ان انا زودت الخضره هتديني اللون الاخضر الحلو اللي احنا شايفينه في البصاره في الفيديو الاول. هنا طبعا الزيت اللي انا حمرت فيه البصل اللي هنحطها على الوش، طبعا انا خدته بعد ما نشلت البصل كله اللي اتحمر، وحطيت هنا اهوت بصلايه قطعتها هنا اهوت بصل قطع صغيره جدا رفيعه، وهحمرها هنا اهوت في الزيت.
ومع معلقه من الثوم، وطبعا معلقتين الكزبره الخضراء اللي انا قلت لكم شايلينهم على الجنب هنحطهم هنا كده. انا بعمل تقليه بقى للايه، للبصاره. البصاره هي طبعا شايفين شكلها بقى جميل ازاي، طبعا بعد ما عملناها في الخلاط بقت ناعمه جدا جدا اهيت، واللون الاخضر الجميل اللي احنا شايفينه. حطيت نص معلقه تاني من الكمون، وظبطت الملح بتاعها. اهيت بقى التقليه بتاعتها. طبعا الريحه جميله جدا جدا. هنا البصله استنيت لما احمرت، وحطيت هنا اهوت بقى الكزبره الخضراء مع الثوم المهروس مع معلقه من الكزبره الناشفه. الريحه جميله جدا 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 بقى، بتدي بقى للبصاره طعم خطير. اهي بقلبها بقى كويس جدا لغايه ما ريحه الثوم كده بتطلع كده اهوت معايا. وهنبقى حاطين طبعا في الاثناء دي انا حاطه البصاره وموطيه عليها على النار. اهي لغايه كده ما ايه هتغلي معايا، واروح طشه بقى التقليه اللي احنا عملناها. اهي كده خلصت معايا، جميلة جدا جدا، والطريقة بتاعتها سهلة والطعم خطير خطير. طبعا الأكلة الجميلة ديت بتتاكل بقى معاها عيش بقى ناشف. مش هقولك بقى رغيف ولا اتنين ولا، يعني بقى ما تعديش. هستنى بقى كده اهوت لغايه كده ما تجي معايا ايه غلوه كده اهوت، وهبتدي بقى ارصها في الاطباق. بستنى لما تبرد خالص معايا، وابتدي بقى احط عليها البصل الجميل اللي احنا حمرناه اهيت على الوش كده، بيديها طعم جميل جدا اهي. طبعا بقى بتنجان مخلل بقى وترشي، ولو عندك بقى بصل ناشف من الصغير دوت بقى دش البصل كده بقى جنبه، وعيشي بقى مع البصارة. اللي ما بياكلش البصارة واللي اول مرة يسمع عن البصارة اعملوها هتعجبكم، انا واثقة ان هي هتعجبكم جدا جدا. اعملوها بالطريقة السهلة دي وان شاء الله تعجبكم. طبعا اتمنى بقى اللايك والاشتراك في القناة والكومنت الحلو اللي بيسعدني جدا جدا جدا. اتمنى تنوروني وتشرفوني وتشتركوا في القناة. طبعا ده حاجة تسعدني جدا جدا جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم والطريقة عجبتكم وتكون سهلة، ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.